السلام ومرحبا بكم. المنتخب الوطني التونسي انتصر في الجولة الثانية لتصفية الكان على منتخب غامبيا 2-1. مباراة كانت دارت في المغرب. المنتخب الوطني التونسي انتصر بنتيجة 2-1. اليوم شفنا تقريبا في فترات من المباريات المنتخب الغامبي مسيطر، عمل برشا هجمات. اليوم شفنا هشاشة دفاعية كبيرة لدفاع المنتخب الوطني التونسي، خاصة من برشا لاعبين. زاد اليوم شفنا برشا لاعبين الحقيقة طالب بهم جماهير المنتخب الوطني التونسي دزينا معاهم، لكن في مباراة البارح اثبتوا انه مريول المنتخب الوطني التونسي رزين عليهم. زاد ثم برشا لاعبين فاجئونا قدموا مردود ممتاز. المنتخب الوطني التونسي ضمن 3 نقاط نجم نقولوا صعبه على الاخر، بونتو في اخر ربع ساعه. المنتخب الوطني التونسي 3 نقاط بدمها تحت قياده المدرب فوزي البنزرتي. مباراه البارح كما قلنا دارت في المغرب. من حسن حظ المنتخب الوطني التونسي خاطر في ماتش البارح كان جاي الماتش في غامبيا لعبه اخرى، خاصه مع الفنيات الكبيره اللي شفناها لاعبي منتخب غامبيا، مع المشاكل الدفاعيه الكبيره في دفاع المنتخب الوطني التونسي اللي يعني شفناها في مباراة البارح في كل هجمة يقودها منتخب غامبيا. البارح كسرنا يعني العقدة بتاع منتخب غامبيا. اذكر ان المنتخب الوطني التونسي تواجه مع المنتخب هذا مرتين، مرة في مباراة ودية خسرنا 2-1، ومرة في مباراة رسمية في كان الكاميرون انهزمنا 1-0 بهدف قاتل. البارح ربحنا غامبيا، لكن راهو الانتصار هذا ما يغلطش جماهير. الانتصار هذا راهو جاي ضد منتخب يعني الحقيقة منتخب متواضع. منتخب كما غامبيا المنتخب الوطني التونسي يعني من المفروض هو من كبار القاره الافريقيه، قال نروحوا منتخبات كما الجزائر كما المغرب كما مصر. زاد يعني انتصار مهم على الاخر في تصفيات هذوما. لكن راه المنتخب الوطني التونسي قبل هكا 16 مره متتاليه ترشح لكان هذا، 5 مرات على التوالي يظهر لي من 2015. والمنتخب الوطني التونسي يترشح كاول في مجموعات اصعب من المجموعه هذه ب1000 مره. انتصار مهم، لكن ما يغلطنيش المنتخب الوطني التونسي ما انتصرش على الكاميرون على كوت ديفوار. هو في النهايه انتصرنا على منتخب غامبيا. كاش نحكيو على التشكيله اللي هبط بها فوزي المزارتي في مباراه البارح. تشكيله شهدت بعض التغييرات عن مباراه مدغشقر في رادس. شفنا من الله مميش في حراسه المرمى كالعاده، هو النقطه المذيعه نجم نقولوا في ماتش البارح. كان نجم في مباراه مدغشقر البارح تالق بشكل لافت، تقريبا زوز كور. الكره الاولى بعد غلطه معتاده من ياسين مرياح. ياسين مرياح تقريبا ولا في كل ماتش يعمل غلطه معتاده استنسنا بها يعني كجماهير المنتخب الوطني التونسي، لكن من حسن حظه انه راه حارس كما من الله مميش يتصدى الكره الاولى. زاد الكره الثانيه في نهايه الشوط الاول انفراد تام يخرج من الله مميش بطريقه ممتازه. حارس هذا حارس كبير برشا، حارس يستحق بالطبيعه الاساسيه، هو الحارس الاول نشوفه في التربصات القادمه. ربحنا حارس كما من الله مميش 20 سنه. الفرصه هذه جاته في وقت باهي في وقت مناسب. حارس تألق مع الترجي التونسي وحاليا هو الحارس الاول للمنتخب الوطني التونسي، ونجموا نتهنيوا على حراسه المنتخب التونسي. البارح منع المنتخب من هدف محقق في نهايه الشوط الاول، يعني كان سجل هدف هذاك. نشوفوا ماتش اخر ونشوفوا كره اخرى. منتخب غامبيا يعني كان تقدم عليك في الشوط الاول باش تصعب عليك الماتش برشا، لكن امين الله مميش يخلي اصحابه في الماتش ومره اخرى يبرهن انه حارس من التين الكبار. قدامنا قوي سليم رياح ومنتصر طالبي. البارح منتصر طالبي الحقيقه تاثر بوجوده في فريق لوريون في دوري الدرجه الثانيه الفرنسيه. منتصر طالبي البارح اداء غير معتاد. شفنا كيفاش دخل مهاجم غامبيا كسر منتصر طالبي، كيفاش هبط تاكل يعني جبد به لاتاكون. لذلك منتصر طالبي لازم يراجع روحه. البارح عمل برشا غلط. منتصر طالبي هو قيمه ثابته حاليا في المنتخب الوطني التونسي، لكن لازم يراجع روحه. مباراه البارح مباراه للنسيان. بحذيه كما قلنا ياسين مرياح اللي ما نحكيوش برشا على ياسين مرياح، مدافع ممتاز، مدافع عنده خصال فنيه محترمه، لكن وراه ساعات يعمل اغلاط. عنده ثقه زايده بالنفس. ياسين مرياح لازم يراجع روحه. مدافع كل ماتش تقريبا سواء مع الترجي سواء مع المنتخب الوطني التونسي يقوم بغلطه، لكن في النهايه حارس المرمى يمنعه من الغلطه هذه. يعني كانت سجلت كره البارح ياسين مرياح باش تلقى انتقادات هائله تقريبا من جميع الاطراف، لكن لحسن حظه وراح حارس كما من الله مميش. وياسين مرياح لازم ينقص من الثقه المفرطه، خاطر في ماتش من الماتشات في مباراه مصيريه ينجم يتسبب في هدف المنتخب الوطني التونسي. على الجهه اليسرى نلقاو علي العابدي. المباراه البارح قدم مردود متوسط رغم انه سجل هدف. علي العابدي البارح ما شفناهوش قدم مردود الكبير، ما استندش برشا هجوميا. علي العابدي من خيره اللاعبين حاليا في المنتخب الوطني التونسي، ان شاء الله يتحسن مردوده في اللقاءات القادمه. نلقاو على الجهه اليمنى راد بوشنيبه 20 سنه، اسيست البارح واسيست الانتصار. راد بوشنيبه في العموم قدم مباراه كبيره دفاعيا على المستوى الهجومي. نجم نقولوا خارج ماتشوه عمل اسيست لمحمد علي بن رمضان، اسيست ممتاز يعني روتري حط بن رمضان قدام الكاج. راد بوشنيبه ان شاء الله يتحسن. نجم نقولوا تهنينا على الجهه اليمنى الترجي التونسي. بالنسبه للمنتخب راد بوشنيبه ينجم يكون حل في التربصات القادمه في الاستحقاقات القادمه كحل اول ولا ثاني. راد بوشنيبه ملاعب صغير ينجم يطور وينجم حتى يفتك مكانه كاساسي كان يوصل هكا في تشكيله المنتخب التونسي. نلقاو في وسط الميدان عندك
عيسى العيدوني البارح قدم مباراة ممتازة، شفناه يميل أكثر على الجهة اليسرى. بحذيه نلقاو حمزة رفيعة كان نجم من نجوم مباراة البارح. حمزة رفيعة قدم مباراة كبيرة بالنسبة لي أنا، بخلاف برمضان. حمزة رفيعة هو نجم مباراة البارح. حمزة رفيعة صحيح انه ما ساهمش تهديفيا لكنه قدم مباراة كبيرة البارح، رابط بين الدفاع والهجوم. تقريبا خرج كرة هيثم الجويني يعني في بداية الشوط الثاني حطوا قدام الكاج، هيثم الجويني ضيعها بغرابة كبيرة تو نحكيو عليها من بعد. نبحثيه كما قلنا فرجاني السيسي ماتش البارح الحقيقة باش نوصفوا الملاعبي. فرجاني السيسي قدم مباراة كبيرة خاصة في الشوط الثاني. فرجاني السيسي تمريرات طولية ممتازة. فرجاني السيسي البارح قدم مباراة من افضل مبارياته منذ فترة المنتخب التونسي، يعني لاعب كيتألق نقولوا انه تألق. فرجاني السيسي البارح يأكد على الهدف تاع مدغشقر ويقدم مردود كبير. فرجاني السيسي صحيح برشا انتقادات من جماهير المنتخب الوطني التونسي، انا شخصيا انتقدت اللاعب هذا في برشا مرات، لكن فرجاني السيسي صلح من روحه، مرحبا به في المنتخب الوطني التونسي في كل وقت. نلقاو على الجهه اليسرى بن رمضان اللي كان يتيح برشا الوسط، لكن بن رمضان شفناه في ماتش البارح يلعب برشا في الكولوار. بن رمضان عفوا لاعب يلعب في وسط الميدان، بخلاف انه ساهم في زوج اهداف. بن رمضان قدم مردود محترم على الاخر رغم انه ما يلعبش في البوست تاعو. بن رمضان في ماتش البارح ساهم في الهدف الاول بعد تسديده من ركله حره ترجع قدام علي العبد، زاد سجل الهدف الثاني بعد ما لعب ان دو مع راد وشنيبه يحط الكره في الشباك، يعني فينيش بتاع مهاجمين كبار. محمد علي بن رمضان البارح كان نجم المباراه الاول ومساهمته في زوج اهداف. نلقاو على الجهه اليمنى مرتضى بن ونيس اللي مره اخرى يكون اسوء لاعب في المنتخب الوطني التونسي. المباراه الثانيه على التوالي مرتضى بن ونيس نشوفوا سي بون خذ فرصته، يعني لا عاون دفاعيا لغطى مع راد بوشنيبه ولساند هجوميا. مرتضى بن ونيس نقطه استفهام كبيره، لاعب متالق مع فريقه في تركيا لكن تبين البارح انه فما لاعبين تاع منتخب ولاعبين تاع انديه. نلقاو كراس حرب علي يوسف مره اخرى المباراه الثانيه على التوالي ما توصل حتى كره واضحه قدام المرمى، يعني لاعب نشوفوه بعيد شويه على 18 متر، في نفس الوقت زاد اصحابه ما يوصلوش كره قدام الكاج. اللاعب ما نجموش نحكم عليه في فتره حاليه، وكان فوزي بالزرتي يخمم في مصلحه المنتخب التونسي في التربصات القادمه. لازم على القليله ياخذ زوج مباريات اخرين باش نحكموا نهائيا على اللاعب هذا، لكن الحكم من الوقت الحالي غلط على الاخر. لاعب متالق مع فريقه في الدوري السويدي. نفس الشيء زاد انت عندك ملاعبيه كما هيثم الجويني الجزيري، زاد الخنيسي اللي كان خارج القائمه، ما تنجمش تقارنهم باللاعب هذا. نتصور علي يوسف هو من الافضل الموجودين حاليا. ملاعبي كان ما قدمش مردود كبير في المباريات القادمه، كان باش يلعب اساسي. نتصور نجم نقولوا اللاعب هذا نجم يخرج من حسابات الاطار الفني، لكن اللاعب كما قلنا نحكمش عليه من التو، خاصه انه ما جاتوش فرص قدام الكاج. باش نحكيو على مجريات المباراه، المنتخب الوطني التونسي دخل بقوه، شفنا روح كبيره من جميع اللاعبين. المنتخب التونسي دخل ضاغط في اول درجين لعب، من بعدها جا الهدف ركله حره يسددها بن رمضان يشد حارس المرمى علي العبدي يكملها بالراس، لكن بعد 3 دقائق تقريبا بالضبط شفنا دخول من مهاجم غامبيا لاعب راوغ منتصر طالبي طيح علي العبدي، عطاه باس الكره تضرب في فرجاني السيسي وتطلع الفوق. من الله مميش ما عنده ما يعمل مع الكره هذه، خاصة انه الكرة كانت ماشية اللوطة طلعها فرجاني السيسي الفوق وغامبيا تسجل التعادل في وقت قصير برشا. الهدف هذا عطاهم ثقة كبيرة، شفناهم قدموا برشا لاتاك تقريبا نص ساعة لعب في الشوط الاول. منتخب غامبيا مسيطر على المنتخب الوطني التونسي. كرة زاد غلطة من ياسين مريح مهاجم المنتخب الغامبي يتعدى في 18 متر يراوغ مريح يشوط كرة من الله ما يمشي يتألق. بعدها المنتخب الوطني التونسي شد شوية الكرة لكن ما عملناش فرص واضحة للتسجيل. في الشوط الثاني شفنا دخول هيثم الجويني بلاصة علي يوسف. هيثم الجويني جاته كرة في طبق الحقيقة مع بداية الشوط غلطة من الدفاع. حمزة رفيع يحط كرة لهيثم الجويني، هيثم الجويني يدخل عمل الصعيب. هيثم الجويني في اللقطة هذه راوغ بالمدافع طيح المدافع وحط الكرة في يد الحارس، نقطة استفهام كبيرة. هيثم الجويني بعد الكرة يضيعها في السي متر في كان الفارطة وكان سبب في خروج تونس من دور المجموعات. هيثم الجويني البارح بعد ما عمل الصعيب ضيع كرة سهلة، زاد بعدها ضيع كرة رأسية زاد حتى في دين حارس المرمى. نتصور هيثم الجويني ما عادش عنده مكان في المنتخب الوطني التونسي. زاد عندك انت سيف الدين الجزيري في البنك بودالين. تصور سيف الدين الجزيري في فترة ما كان يسجل في برشا اهداف على المنتخب الوطني التونسي، فمش علاش نحقوا ملاعبي كما هذا. اوكي ملاعبي نتفاهم معاك ماهوش في قيمة المنتخب الوطني التونسي، لكن في ظل عدم وجود مهاجمين نتصور سيف الدين الجزيري اهون نوعا ما من هيثم الجويني اللي خذا برشا فرص مع المنتخب الوطني التونسي وسجل كان زوج اهداف ضد المنتخب الليبي. وبعدها كما نعرفوا جا الهدف بعد باس من بومثان خرج بوشنيبه على الجهه اليمنى. وسط يعني بهته كبيره من دفاع المنتخب الغامبي، تقريبا الجهه اليسرى للدفاع المنتخب غامبيا كانت فارغه. بوشنيبه هز راسه يحط كره في طبق بن رمضان. بن رمضان يعلن عن تسجيل الهدف الثاني
2-1 انتصار مهم، انتصار في وقته، لكن راهو هذا ما يدلش على انه فوزي بزارتي هو رجل مرحله وهو اللي عمل تغييرات هذه الكل. شفنا روح من اللاعبين، صحيح شفنا تحسن ملحوظ صحيح، لكن انت تلعب في تيران زربيه تقريبا خير من ملعب برادس. كان جات الماتش في غامبيا تكون حسابات اخرى. من المفروض ومن العادي انه المنتخب الوطني التونسي تصير في مباراه كيما هكا 6 نقاط للمنتخب التونسي بنسبه 99% في الكان الجايه في صداره المجموعه. مبروك المنتخب التونسي كسر عقده منتخب غامبيا، بالتوفيق المنتخب التونسي في قادم المشوار. هذا هو الفيديو بشكل كامل، لايك واشتراك ونتقابل في فيديوهات جايه.